تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض طاجن لحمه بالبصل في الفرن. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه جبت حله حطيت فيها شويه من الزيت، وبعد كده معايا لحمه مقطعاها كده مكعبات صغيره، يعني مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، وسط. هنزل كده باللحمه، النار بتاعتك تكون عاليه. هبدا ادي للحمه كده تشويحه، هفضل اشوح فيها لحد ما تغير اللون بتاعها. شايفين بالشكل ده كده، وبعد كده هنزل عليها بحبهان وورق لورا، برضو هديلها تشويحه كمان. هنا بقى حطيت بهارات لحمه وفلفل اسمر، مش هحط بهارات اكتر من كده، هي بهارات لحمه بس وفلفل اسمر، مش هكتر بقى اي انواع بهارات عشان ما يغيرش معايا طعم اللحمه. بعد كده نزلت بمعلقه صغيره من الثوم، وهنا بقى معايا بصل مقطعاه، قطعيه بقى جوانح، قطعيه زي ما انت عايزه. يعني انا حاطه حوالي نص كيلو من البصل على كميه اللحمه. كل ما البصل بتاعها بيكون كتير بيكرمل معاكي وبيدي طعم حلو قوي، الصوص بتاعها بيكون طعمه جميل جدا. شايفين بقى، هقلبها كده شويه. شايفين هي طبعا انا ما حطيتلهاش ميه، هي نزلت كميه الميه دي اول ما تحط لها البصل بقى، تهدى عليها النار وهتنزل كميه ميه كده. وبعد كده طبعا هزودها انا كمان شويه من الميه. حطيت ملح، وحطيت فلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل احمر، وقرن كده فلفل حامي. بعد كده جبت الطواجن، هبدأ بقى احطها في الطواجن زي ما انتم شايفين. ممكن طبعا تغليها كام غلوه كده بعد ما تحط الفلفل وخلاص اللحمه بتاعتك استوت وبقت زي الفل. بس لما بتدخلها الفرن في طاجن بتدي معاكي طعم احلى. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. هنا بقى اغطي الطواجن بورق فويل، حطيت الاول كده قرن من الفلفل الحامي، وبعد كده هغطي الطواجن وهدخلها على الرف اللي في النص. طبعا اللحمه مستويه، هسيبها بس حوالي ربع ساعه تتشمع كده في الطاجن وتاخد لون، وبعد كده اشيل الفويل واولع عليها الشوايه لمده 3 دقايق. شايفين بقى الطاجن لما خرج من الفرن ما شاء الله لونه عامل ازاي، اللحمه كانت مستويه جدا. ودي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.